دخلت اوضة ابني ونمت على سريره وطفيت النور، وابني دخل عليا وكان فاكرني مراته، وكل ده وانا مش عارفة اعمل ايه، ولا كنت قادرة اتكلم، وما عملتش حاجة غير اني سبته لحد ما يخلص. هحكيلكوا الحكاية بتاعت النهاردة، ولو عجبتكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا يا حلوين عشان نسمع الحكاية. صاحبة الحكاية بتحكي وبتقول: أنا مدام عفاف، عندي 40 سنة وعلى قدر عالي من الجمال، وبصراحة كل اللي يشوفني ما يدينيش سن خالص، بيديني أقل من كده بكتير، يعني 25 27 سنة بالكتير خالص، لأن أنا زي ما قلتلكم كنت جميلة جدا، وكمان كنت مهتمية بشكلي وبلبسي، واتجوزت صغيرة، وجوزي كان أكبر مني بكتير قوي وتعب وتوفى. بس بصراحة هو كان شخص كويس قوي، وكان محترم وبيعاملني كويس، وانا علشان كنت من عيلة فقيرة وافقوا عليه وجوزوني للحاج عبد الله اللي هو جوزي، وما كانش بيتأخر عني في اي حاجة بطلبها منه، وكان بيحبني، وكان كل طلباتي مجابة. وحتى قبل ما يموت كان عنده بيت كبير، كان مكون من دورين، وكتبولي كله باسمي، وانا كنت بحترمه وبقدره، وكنت بعامله كويس جدا، وخلفت منه ابني وسميته عبد الرحمن. كان ولد زي القمر. وبعدها جوزي توفى، وقررت ان انا اعيش لابني واربيه واكبره لحد ما يبقى راجل. وساعتها دورت على شغل كتير قوي، ولفيت على كل المحلات وكل الشركات علشان الاقي شغل واعرف اصرف عليه واكبره واعلمه احسن علام. بس ما كانش حد بيرضى يشغلني علشان معايا ولد صغير. فساعتها فكرت في حاجة، يعني علشان يعني انا بفهم فيها وعندي خبرة فيها، بما اني يعني قبل ما اتجوز اشتغلت فيها فترة، يعني فكرت ان انا افتح كوافير، بما ان انا عندي خبرة فيها واشتغلت فيها فترة كبيرة قبل الجواز، وعندي خبرة كبيرة يعني في فساتين العرايس والشعر والمكياج والبشرة والحاجات دي كلها. ففكرت ساعتها ان الدور الاول في البيت عندي افتحه كوافير، وفعلا اعتمدت على نفسي وفتحت الكوافير، والحمد لله بدأ يدخل منها قرش كويس، وكنا عايشين مرتاحين ومبسوطين، وبقيت أصرف منه أنا وابني لحد ما ابني كبر ودخلته كلية كويسة وبقى راجل. وفي الوقت ده تقدم لي عرسان كتير قوي، ما أنا زي ما قلتلكم على قدر عالي من الجمال وجسم حلو وشكل حلو، وكمان كنت مهتمية بنفسي قوي، وكان منهم ناس كتير كويسة، رجالة مبسوطين وشباب كمان. بس أنا اللي كنت برفض، وكنت بقول أعيش لنفسي ولابني، وعملت كده فعلا لحد ما ابني كبر ودخل الجامعة، وبدأ ان هو يتعرف على بنت معاه في الجامعة، وكان بيحبها جدا. ولما جه عايز يتجوزها وجه قال لي: يا ماما انا بحب بنت زميلتي وعاوزة اتجوزها. ساعتها قلتله: بس انت يا ابني لسه صغير، وكمان انت عارف يعني ظروفنا على قدنا، ويدوب ماشيين يومنا بالعافية. بس بصراحة لما لقيته متمسك بيها مرضتش ان انا ازعله، ورحت فعلا وخطبتها له جوزته معايا في الشقة، يعني جوزت ابني معايا في الشقة لان الشقة كانت كبيرة وواسعة، وشفت ابني هو مبسوط مع مراته، وطول الوقت كنت بسمع صوتهم مع بعض وهما في الأوضة، صوت ضحك ولعب وهزار. ولما كنت بسمعهم مع بعض كنت بحس يعني بحاجات كده غريبة من جوايا. ما انا زي ما قلتلكم انا ارملة بقالي 20 سنة وعايشة لوحدي. انا كان ليا اوضتي عايشة فيها، وسبت باقي الشقة لابني ومراته. انا طول النهار كنت في الكوافير بتاعي، مبطلعش اوضتي غير على الساعة 12 بالليل، يعني طول النهار سايبة الشقة لابني ومراته،
وغير كده حتى لما بكون موجودة ما كانوش بيحسوا بوجودي، لان انا دايما كنت قاعدة في اوضتي وقافلة على نفسي. بس كنت ملاحظة يعني من مرات ابني ان هي من يوم ما جت وهي كانت مش طايقاني وزهقانة من قعدتي معاهم في الشقة. وغير كده كمان كانت دايما بتقسي ابن عليا، واول ما يجي من برا تقعد تقوله امك عملت وامك سوت، وكل الحاجات اللي كانت بتقولها دي ما كانتش بتحصل ولا انا كنت بعملها، لان انا زي ما قلتلكم طول النهار كنت في الكوافير بتاعي، ما بطلعش غير الساعة 12 بالليل، وانا اللي كنت شايلة مصاريف البيت ومصاريفهم. انا اللي كنت بديهم دايما مصاريفهم، وفي المقابل ما كنتش بلاقي معاملة كويسة. بالعكس، دي كانت كمان من كتر كلامها عليا بدأت تقوي قلب ابن عليا، وبقى يعاملني وحش ويعلي صوته عليا، ودايما يقولي انت مش طايقة مراتي في البيت وانت على طول بتعملي مشاكل. وانا اقوله يا ابني انا طول النهار في شغلي ما بعملش حاجة، انا ما بطلبش منها حاجة، وبطلع من شغلي مرهقة وتعبانة وبدخل على اوضتي. ازاي بقى مراتك مش طايقاني ليه؟ كل ده علشان تطفشوني من الشقة. في يوم جايالي وبتقولي انا هسيب لكم البيت وهمشي، والولاد عندك اهم، تربيهم بقى ما تربيهمش انتوا حرين، وابنك كمان عندك، لان انا خلاص زهقت من العيشة دي. قلت لها ليه يا بنتي؟ هتسيبي ولادك وتمشي ليه؟ وتسيبي كمان جوزك ليه وتمشي؟ هو انا عملت فيك ايه لكل ده؟ لقيتها بتقولي انا زهقت وانا همشي واروح اقعد عند اهلي. قلت لها طيب يا بنت اصبري حتى لما جوزك يجي علشان تقوليله. قالت لي انا هتصل عليه واعرفه واروح اقعد عند اهلي اسبوع ولا 10 ايام، ومش راجعلكوا تاني دلوقتي وانتوا حرين مع بعض. ولقيتها اتصلت على ابني وبتقوله ان هي هتمشي، وقعدت تقوله امك عملت وامك سوت، وانا قاعده جنبها ومش قادره اتكلم ولا اقول ان انا ما عملتش حاجه، وفضلت اهدي فيها علشان ما تمشيش. وهو فضل يزعلها ويقول لها ما تمشيش وتسيب العيال، طب استني لحد اما اجي. بس هي ردت عليه وقالت له العيال انا هسيبهم لك مع عمك وهمشي وهروح بيت اهلي. وخدت عيال ابني ونيمتهم. هما كانوا بيحبوني جدا، بس هي دايما كانت بتحاول تكرههم فيا، والعيال كانت صعبانة عليا جدا وكانوا متوترين من اللي حصل. خدتهم ودخلتهم ونيمتهم في اوضتي، وانا من كتر تعبي وارهاقي دخلت اوضة ابني ودخلت ونمت على سريره وطفيت النور. وابني دخل عليا وانا كنت نايمة وكان فاكرني مراته، ولقيته جاي عليا وبيقولي انا محضرلك مفاجأة يا حبيبتي. وجاي عليا وحضني وزقنا عليه كده، وانا ما كنتش قادرة اتكلم، كنت عايزة اعرف ايه هي المفاجأة اللي عاملها لمراته. ولقيته بيقول لها يا حبيبتي انا محضرلك مفاجأة وهخلصك من امي خالص. وانا ساعتها مكنتش قادرة اتكلم، وكل ده كان بيقوله وهو حاضني، وكمان ايده كانت بتتمادى، وانا عايزة اعرف هو ناوي ليا على ايه. وقاعد يقول لها انا هريحك منها خالص، وانا هخليها تسيب الشقة غصب عنها مش بمزاجها. ولقيته بيقول انا هاخدها وهوديها دار مسنين علشان نعيش انا وانت بقى والعيال ونعيش مرتاحين. بقيت اسمع منه الكلام ده وانا كنت منهارة، وفجأة قمت من جنبه وطلعت اجري وفتحت النور وقعدت ازعقله وقعدت اضرب فيه واقوله ليه كده. يقول لي معلش يا امي والله بهزر، انا كنت فاكرك مراتي. قلت له مراتك ايه؟ حرام عليك، هو انا عملت فيك ايه وحش؟ عايز توديني دار مسنين علشان خاطر ترضي مراتك؟ هو انا عملت فيك ايه؟ ده انا ضيعت حياتي كلها علشانك، وقضيت حياتي كلها في تربيتك لحد ما بقيت راجل وجوزتك معايا هنا في الشقة.
تبقى دي جزاتي في الاخر؟ وانا اللي لحد دلوقتي لسه بصرف عليك انت ومراتك، عايز توديني دار المسنين علشان خاطر ترضيها؟ لا يا عم، انا اللي هسيبلك البيت وهمشي، مع انه البيت بتاعي وباسمي كله، بس هسيبهولك وهروح واسكن برا علشان تعيش مرتاح انت ومراتك. ولقيت ابني بيعيط وعايز يبوس ايدي ورجلي، بس انا زقيته وقلتله بعيد عني، انت مش ابني، مش انت ابني اللي انا ربيته وتعبت علشانه وكبرته. واخدت هدومي ومشيت، وسبتله البيت وسبت شغلي وسبت كل حاجة ورحت سكنت برا. وكل شوية يجيني علشان عايز يصالحني وانا مش برضى صالحه، وبقوله يمشي ويسيبني، وبقوله انا سبتلك الدنيا كلها ومشيت، ويا رب تعيش مرتاح انت وهي. ودلوقتي انا مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اللي انا عملته ده صح لما سبت لهم البيت ومشيت، ولا كنت غلطانة. يا ريت اللي عنده حل يا جماعة يقول لي اعمل ايه. ودي كانت الحكاية اللي معانا النهاردة، واشوفكم في حكاية جديدة بكرة، مع السلامة.